جمعية تأسيسية تتولى وضع دستور جديد. يعني هم ليسوا لديهم تصور ما لهذا الدستور الجديد. أستاذ صلاح وقال ما في بدائل، ما في بدائل على الإطلاق. زين طبعا الثانية ستكون فيها مفصلات، لكن هل حقيقة الكلمة يا أستاذ صلاح فيكم تتدخلون كما تريد؟ أنت تقول ما في رؤية واضحة للإصلاح، وقال في برنامج الجماعة ما عندهم بديل. يعني أنا موافق مع الأستاذ صلاح عيسى إنه إحنا ما قدمناش بديل، بس هو الأسئلة اللي طرحت علينا في بداية الحلقة إن يعني التعليق على استراتيجية حزب الحاكم النظام. نعم. طبعا البديل هناك بدائل كثيرة هتسمع من الأستاذ جورج ومن الباشمهندس سعد، لكن لو سألنا نفسنا المواطن المصري عاوز ايه؟ المواطن المصري عاوز حاكم يثق فيه. قبل ذلك قبل المنهجين فقط استسمح في ذلك دكتورنا العزيز، هو قال في برنامج. أيوة. هل انت حقيقة عايزين برنامج ام لا؟ ام في فقدان للرؤية حتى نتحدث بدائل؟ احنا قلنا خلاص علقنا ان البرنامج المطروح من النظام برنامج غير جاد ويفتقر الرؤية والنظام يفتقر الى المصداقية. لكن الاستاذ صلاح عيسى بيسأل على البديل. مسألة البديل يعني هنقول البديل كان شو البديل دلوقتي ولا ايه؟ فكرة عامة، لكن بديل سنتين في الندوة لا بكل تفصيل. لكن انا بس بطرح يعني باختصار يعني ان المواطن المصري عاوز حاكم يثق فيه، عاوز حاكم يصدقه. المواطن المصري النهارده مش قادر يصدق الحاكم بتاعه. المواطن عاوز ما يبقاش فيه فساد، مش عاوز يشوف ان ناس بتعمل ملايين وتهرب بيها وتسرق. المواطن المصري عاوز تعليم، عاوز صحة، يعني في حاجات قضايا أساسية عاوزها. المواطن بيشعر فعلا انه المسائل بتمشي فيه عملية التفاف حواليه. يعني استخدام اللي هي ترجع في الاخر الى التوازن ما بين السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية. هذا التوازن اللي اتكلم عنه الأستاذ صلاح عيسى المفتقر إليه. وأنا موافق جدا إنه المفروض حقيقي يعني إن الخطوة الأساسية النهارده أمام كل القوى الوطنية إنها تكون جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. من النهارده من دلوقتي تبتدي، هو ده الحل يعني. بس شكرا دكتور صلاح، اتفضل. أنا بس عايز أقول أستاذنا صلاح عيسى إنه بعد ما ابتدينا في حركة كفاية بحوالي 6 أشهر طلعنا كتيب اسمه من أجل عقد اجتماعي جديد وترحينه على المجتمع المصري، وعندنا أيضا سيناريوهات المستقبل. يعني دايما يقولوا حركة كفاية دي حركة شارع ما عندهاش رؤية، ما عندهاش حاجة تقدمها. لا، احنا عندنا وقدمناها، بس الناس مش عايزة تقرأ ولا عايزة تشوف احنا كاتبين ايه. الحاجة الثانية، احنا عملنا مؤتمر في الكفاية في الشهر الماضي، وعملنا وقدمنا وثيقة اسمها من أجل دولة العدل والحرية، فيها بدائل كثيرة جدا وتفصيلات كثيرة جدا، وعايزين يعني طرحينها على المجتمع المصري بحيث اننا نتحاور حواليها، وعايزين نتفق على يعني احنا مش طرحين نفسنا. احنا اولا حركة الكفاية دي جزء من الحركة الوطنية المصرية، وهي نتاج للحركة الوطنية المصرية. احنا ما نزلناش من السماء كده زي ما بيقول الاستاذ صلاح ان في محاولات من السبعينات للتغيير وكده، ولكن حاجة ما فيش حاجة بتحدث. لكن احنا دلوقتي طرحين حاجة بديلة للمجتمع يجب ان هو يبص عليها ونطرحها بشكل جماعي، واحنا بادئين دلوقتي نطرحها على كل الناس من اجل دولة العدل والحرية. الحزب الحاكم لديه برنامج، وانا عندي برنامج، امال انا اللي بقدمه ده ايه؟ امال انا مقدم ده ايه؟ وانا مقدم حاجة بلعب بيها؟ انا مقدم برنامج كامل في كل الرؤية، بس الناس تبص عليه وتقرا وتقول رأيها في ايه. هو الاستاذ بعد اذنك يا باشمهندس، الاستاذ صلاح عيسى محق في كل اللي قاله. هي في مشكله احنا بنعيشها. انت بتواجه نظام، هذا النظام بالرغم انه معيب الا ان هو موحداه مصالحه، وبالتالي انت في مواجهه نظام واحد، كتله واحده تتعامل معها بكل ما يشبه من مسائل، في الوقت ان الجانب الاخر اللي هي المعارضه مشتته. صحيح كل واحد فينا له برنامج. يعني انا هقول لك على سبيل المثال، احنا في حزب في جبهه انقاذ مصر، من كل اللي انت بتسمعه يعني ده عايزين انعاش مصر، احنا عايزين نعمل حاجه اسمها وضع انعاش مصر في غرفه الانعاش. انقاذ دي كمان تجاوزناها، اخطر من كده الامر بكثير. ربما عربي كمان عندنا في جبهه انعاش مصر وحاجات كفايه اللي انا عربي كمان نساعد دول بالظبط. يعني انا عايز
عايز اقول ان عندنا ازمه في المعارضه المصريه، كل واحد فينا فعلا له توجه وكل واحد فينا ليه برنامج، وانا قلت في حلقه سابقه المهم مش البرنامج، المهم كيف تفعل افكارك، كيف يمكن ان تفعل افكارك. قضيه ان انا اقعد اتكلم عن مثاليه برنامج، فانا راجل في النهايه انظر، اقعد اكتب كده اهوت، ولكن المعيار في التفرقه بين صحه هذا البرنامج انك انت تفعله، انك انت تنزله موضع التنفيذ. هنا يبدا يبان اذا كان البرنامج ده فعلا حقيقي او هذا البرنامج مجرد من وحي خيال. اللي احنا عايزين نقوله ان في مواجهه هذا النظام المتحد واللي جمعته مصالحه وخلته بهذه الشراسه وهذه القسوه في مواجهه خصومه غير متحدين، بنجد الاحزاب سهامها موجهه لبعضها البعض الاخر، بنجد حتى الكل يخون الاخر، الكل حركه كفايه خونت، جبهه انقاذ مصر لمجرد انها موجوده في الخارج خونت من قوى معارضه. اذا انت النهارده عليك انك هذه القوى تجمعها على برنامج واحد. صحيح انت قد يكون لك في كفايه برنامج وانا ليا برنامج، ولكن ممكن نتفق على قاصه مشتركه ده ونطلع في برنامج واحد في مواجهه هذا النظام. ولكن النهارده كان ايه اللي حصل؟ في لحظه من اللحظات حزب الغد كان بيهاجم من قبل حزب مثلا زي حزب الوفد، وهكذا كانت الامور كده. بالرغم من المعركه احزاب اخرى كانت تهاجم الاخوان المسلمين، احزاب اليساريه كانت تهاجم الاخوان او كانت متخوفه فيه، بالرغم ان انت مشكلتك ليست لا مع الاخوان ولا مع الوفد ولا مع الغد ولا مع كفايه، انت مشكلتك مع النظام. فلا بد النهارده انك انت تجمع كل المعارضه المصريه اللي كل واحد فيها بيعمل وكانها جزيره منعزله في مواجهه هذا النظام. هذا النظام يتمرن يوميا على ضرب هذا الشعب من خلال اداه الامن. عندك الامن المركزي قوات بتمرن بقى لها 40 سنه في اشق التمرينات يوميا، وبني ادم شغلته يقوم الصبح يتمرن، انسان مش يحارب، هو بيحارب شعبه لمواجهه شعبه. فلما يكون عندك أداة بهذه القوة بتدرب من 40 سنة لمواجهة هذا الشعب، وعندك نظام بهذا الجبروت وعنده قدرة فائقة في كل الأمور وعنده كل الإمكانات مكفولة ليه في مواجهة هذه الجزر المنعزلة من المعارضة، واللي هي أساسا أيضا بتعاني في كثير منها مما يعاني النظام. مفيش تداول سلطة. اديك شفت فؤاد نعمان جمعة عمل إيه؟ أحمد بتتكلم على المعارضة التقليدية. أنا بتكلم على معارضة جديدة بالظبط، وهو ده اللي إحنا معارضة جديدة. النهارده اللي هي الفاعلية بنتكلم على القوى الحية في المجتمع. القوة دي للأسف الشديد مع القوى التقليدية مش هينفع الكلام. وعشان كده العوية اللي مقدمها كفاية. انت عارف ان كفاية يا استاذي عبارة عن تيارات سياسية مختلفة، يعني بتعبر عن مجموعة تيارات بما فيها الاخوان. انا عايز اقول احنا عندنا حد في كفاية من الاخوان. بص هقول يعني استاذي، وهو استاذي يعني فيزيك فعلا، لان هو كان استاذي في ثانوي، كان قاعد درس لي 4 سنين، فيعني انا بقى يعني بس مش عايز اكبره يعني لان هو كان لسه متخرج ده القسم الثاني، كان لسه يعني متخرج. اللي انا عايز اقوله ان في احنا النهارده اصبحنا فعلا مؤمنين بان التغيير او قوى المعارضه الحقيقيه لن تمثلها هذه الاحزاب اللي احنا قلنا قبل كده ولدت ولاده غير طبيعيه، كلها مولوده ولاده قيصريه، وعارفين ظهرت ازاي. كلها جاءت بقرار من رئيس الجمهوريه او خرجت من عباءه الحزب الحاكم، لما الحزب الحاكم نفسه امين عام امين عام الحزب الوطني هو نفسه المسؤول عن لجنه اصدار الاحزاب، هو نفسه اللي بيصدر الحزب، فكيف يمكن؟